السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس يا بابا، بس يا بابا، عيب كده. بس يا بابا، بس يا بابا، على ماما يلا، على ماما يلا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين يا جماعة كده، اللي قدام حضراتكم ديت عدوى حياني. طبعا ده عندنا هنا في البيت. تمام. طبعا الحمد لله على كل حال. لكن في الفترة اللي فاتت يمكن قدام حضراتكم اتهمت كذا مرة ان انا بروج للنخلة الحياني، عصبة النخلة المصرية، ان انا بروج لها بالكذب، وان النخلة الحياني او الرطب الحياني زي ما انتم شايفين كده ما بيتصنعش عدوى. تمام. وان انا بروج عشان ابيع الفسائل وكده. تمام. وان انا اتهمت كذا مرة بالكذب، ولكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا عارف ان لما عملت تغيير في معادلة زراعة النخيل، بدل الناس كانت بتزرع نخل برحي مثلا 65 نخلة برحي على مساحة الفدان بيكلفوا مثلا 118,000. فشفت العكس، ان النخلة الحياني هزرع 110 نخلة. تمام. مش هيكلفوا 15,000 جنيه. والحياني هينعمل عجوة ويتخزن طول السنة. اما البرحي هينباع فريش، بلحة طازة بتتاكل طازة، بلحة فريش ما بتصبرش. الموسم بتاعها 40 يوم، اللي اتباع اتباع واللي باظ باظ. وهي مكلفة الافات وملايين، في بعض المزارع مكلفة ملايين. ليه؟ لان تم لها ترويج، وان الفسيلة دلوقتي وصلت ل 2000 جنيه. لكن بالنسبة للحياني فهي يعني الفسيلة ب 100 جنيه على ظهر العربية. تمام. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، اول ما نتكلم عن النخلة الحياني وعن أهمية زراعة العجوة بالأخص، يعني عشان العجوة الحياني بفضل الله سبحانه وتعالى العبد لله. لما كنت ألاحظ يعني من تغيرات إن احنا هنرجع نحتاج النخلة بتاعتنا الحياني، لابد إن احنا نهتم بها قبل تنقرض. ولأن الحياني يعني بيتصنع عجوة، فالعجوة يعتبر مخزون استراتيجي طول السنة. طول السنة لا محتاج مواد حافظة ولا ثلاجات زي ما انتم شايفين كده. وهفرجكم ازاي، يعني هفرجكم ازاي بتتم مراحل تصنيع العجوه. خلي بال حضراتكم، العجوه اللي انتم شايفينها ديت يعني ديت نخلتين للحاج عندنا هنا في البيت. والله قلت اما اقوم كده ايه اصورهم. يعني مش هقول لكم عند ناس يعني مثلا عامله فروشات كبيره، لا ده عندنا بس في البيت للحاجه بتعمل لنا للبيت، يعني زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. تمام. يعني هنا الحاجه عملت ايه؟ هنا طلعت النوايا من الرطبه دي. تمام. هفرجكم هي شغاله دلوقتي. تمام. هي طلعت النوايا من الرطبه، وبعد كده بيتم عجنها زي ما انتم شايفين كده هون. تمام. وبعد كده بتتحول زي ما انتم شايفين كده هون ايه، لراس عجوه. تمام. ان شاء الله بس ثواني خليكم معايا لحظات. خليكم معايا لحظات. جو حر طبعا. هفرجكم كده ان شاء الله الحاجه شغاله. تمام. تمام. طبعا هنا ده المفرش، الحاجه يعني عامله لها شغل هنا. فرجكم هي شغاله ازاي. طبعا دي الرطب الحياني يا جماعه، يعني زي ما انتم شايفين كده برضو. طبعا بسم الله ما شاء الله، الحاجه هنا شغاله اهي. هذا اهو، يعني شوفوا. بسم الله، بعد ذلك يا حاجه. بسم الله. ورينا بقى المراحل اللي انت بتطلعيها بها اهي الرطبه. وريهم الرطبه الاول يا امي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. ايوه. بسم الله. بميه. ايوه. علشان لا يبقى فيها تراب ولا يبقى فيها اي حاجه، ونوقع من عليها القشر زي كده. ايوه. تمام. وبتجيبها هنا طبعا حاجه نظيفه زي كده، ونروح حاطينها غاسلين اكياس نظيفه كده وفاتحينها وحاطين عليها العجوه. تمام. 3 ايام، بعد 3 ايام نطلعها كده ايه، نمسكها برضو في الصينيه ونعجيها ونعملها قرص
لآخر الموسم، تاخد شهر، تاخد 20 يوم، فهي بتبقى نازلة في الشمس. تمام. بالليل بالنهار بنغطيها، بالليل بنغطيها، وبالنهار بالليل بنغطيها، وبالنهار بنعريها عشان تاخد الشمس. تمام. وهي الصغيرة كده طبعا تاخد الكيلو وسمسم. تمام. ونروح ايه حاطين مقطعينها بالكيلو كده على الميزان، ومسمسمينها وربنا عليها كده للتخزين وصحة وعافية لنا. وإن شاء الله يبقى لنا معكم دور تاني في التكييس والتخزين إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي، زي ما انتم شفتوا يا جماعه كده. تمام. فينا اهو. تمام. يعني ده هذا اهو. هذا اهو الرطب الحياني زي ما انتم شايفين كده. اخذكم مرحله ثانيه. اخذكم مرحله ثانيه يا جماعه. تمام. يا رب تكون معاي كده وتكون الصوره واضحه عندكم. يا رب تكون يعني يا جماعه لو في حد يعني معانا يعمل لنا اي اشاره كده بحيث ان احنا بس يعني ايه لو حد متابعنا. تمام. هنا زي ما انتم شايفين اهو. ديت اللي ايه الرطبه اللي كانت قدام حضراتكم دي. تمام. طلعنا النوايا منها. تمام. بعد كده بننشفها زي ما انتم شايفين. بكره يتم ايه يتم رفعها على صينيه بقى عشان تاخد حراره ايه اكتر. يعني هي كده على الشكاره. يعني ايه تصفت الميه بتاعتها. بكره ترفع على صينيه عشان تاخد حراره اكتر. بعد كده بيتم عجنها زي ما انتم شايفين كده. يعني كعجوه اهو. شوف بقى. عجوه زي كده. تمام. وطبعا في مكن دلوقتي بيهرس العجوه دي اكتر. احنا ده شغل يدوي لان دلوقتي يعتبر كل مصر شغل يدوي. تمام. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. واللي فيه الخير يقدم الله سبحانه وتعالى. احنا ان شاء الله شغالين في تخليع الفسائل. واللي عايز حاجه برضه احنا مرحبا. في رعايه الله. السلام عليكم. يا ريت يا جماعه يعني الله يصلح حالكم ويحفظكم جميعا. احنا يعني مش عارفين نقدم الفكره للناس كلها. يا ريت تساعدونا. الدال على الخير كفاعله. والله زي ما بكلمكم حضراتكم يعني احنا عندنا في مصر اماكن كثيره فاضيه وتنزرع يعني حياني. يعني الحياني ما بيكلفش كتير زي البرحي. تمام. ما بيكلفش كتير وتقدر تزرع منه. وتاني حاجه في الخمس ست سنين اللي جايين يعني محتاجين الحياني فعلا. العالم كله محتاج النخله الحياني. محتاج العجوه الحياني لانها زي الدقيق. بيتخزن طول السنه. فانت محتاج وغيرك محتاج. فحاول توصل الفكره لغيرك بحيث ان مصر هتبقى يعني مصدره العجوه الحياني. ان شاء الله يعني هنبقى من مصدرين العجوه الحياني. فما تبخلوش على انفسكم ولا على غيركم بانكم توصلوا الفكره. الدال على الخير كفاعله. وجزاكم الله خير على حسن الاتباع. السلام عليكم.